يصحى من كتر الدخان، ما كانش قادر ياخد نفسه، قعد يقوم يقوم يقوم، وقع من طوله. الأم حاولت تقوم تلم عيالها، بس للأسف الدخان سبقها وودى حياتها، والأولاد واحد ورا التاني اتخنقوا قبل ما يفهموا. النار ما كانتش كبيرة ولا كتيرة، لكن الدخان كان قاتل. الصبح بقى الجيران شموا ريحة غريبة، اتصلوا بإسعاف، وصلت ولقوا 6 جثث، ولو حد فيهم ميت محروق. كان السبب شاحن ب30 جنيه متوصل طول الليل، ولا حد خد باله من أي حاجة. الحادثة دي ما فيهاش ولا مجرم غير الاستخدام. ناس كتير كانت بتقول ما حصلش حاجة زي كده قبل كده، بس الغلطة الصغيرة مش لازم تتكرر علشان تقتل حد تاني. نصيحتي ليه، ما تسيبش الموبايل على الشحن على طول ولازق جنب السرير. غير دايما السلك دايما مش مضمون، وافتكر الوقاية خير من العلاج. واحنا عشان هنا في اللغز الاخير، في كل حادثة بسيطة دايما بنحب نحلل ونفسر ونشوف فيه ايه. وفي الشقة دي غير كان الشاحن، كان في شيء تاني محدش خد باله. تعرف ايه هو؟ بطارية قديمة وصوت زفير خفيف طالع عمال من الشاحن، ولو حد كان سمعه كان ممكن يوقف الكارثة دي من قبل ما تبدأ من الأساس خالص. البيت ده كان مليان أصوات، لكن محدش سمع اللغز الأخير. ليه؟ عشان دايما بيقولك إن الخطأ البسيط بيتضاعف والنتيجة موت صغير. في سلسلة ناس ماتت بغلطات بسيطة، في كل حلقة بنحذر من الغفلة الصغيرة. الوعي يا جماعة مش رفاهية، الوعي حياة. مفتاح السلامة غالبا بيبدأ بخطوة بسيطة اللي ممكن تتغير النهاية قبل ما تصير نهايتها لا قدر الله 6 طوابير. محمد موافي من اللغز الأخير.